شكرا سيد الرئيس. سادة النواب على الأسئلة ديالكم. بالفعل ارتفاع أسعار الكراء هنا ملحوظ، وهذا الشيء جاي من عدم التوازن ما بين الطلب والعرض. كما كتعرفوا الطلب هو تم رفع الطلب، وهذا راجع بأن الاشتغال الناس كيبغيو يشتغلوا قرب الأماكن ديال العمل ديالهم، وهنايا ما كيمكنش يتوفر لهم هاد الأماكن هذه، كيمشيو يسكنوا في أماكن بعيدة، وهذا كيأثر عليهم وعلى المسار ديالهم وعلى كيدير لهم واحد الضغط هما والعائله ديالهم. هناك ايضا الشباب في بدايه المسار ما كيبغيش يشري الدار ديالو، كيبغي تكون عنده واحد الرؤيه ويكون عنده واحد الحريه في التنقل من مدينه الى مدينه اخرى، وبالتالي كيمشي كيبغي الكراء، وبالتالي هذا كيرفع الطلب. بالعكس الطلب هناك بالنسبه للعرض كان انخفاض في العرض بالنسبه للكراء. الناس هناك تفادي تخصيص السكن ديالهم للكراء خوفا من المشاكل اللي كطيح بالنسبه للكراء، وفي غياب قانون فعال. وهنا في هذا الاطار فان الوزاره في صدد اعداد مشروع لتتميم وتغيير مقتضيات القانون 67/12 الرامي لالزاميه عقد الكراء وبعد المساطير الخاصه باستخلاص الكراء وبعد العمليات القانونيه. في الوزاره ايضا لحد من هذا الارتفاع ديال المباني، هذا الارتفاع ديال الكراء، درت واحد التصور. هذا التصور درته داخلي وملجأت الى مكتب الخبره اللي غادي من بعد غادي يواكب الوزاره في تنزيل هذا المشروع ديال هذا البرنامج، وغادي نشوفوا الكيفيه ديال الاستدامه ديال هذا البرنامج. هذا البرنامج غادي يتم التنزيل ديالو في الاول عبر مؤسسات عموميه جهويه اللي غتكون جهويه، غيكونوا دي اس دي ار اللي غيتكلفوا بهذا البرنامج. غيكون هناك، نعطيكم واحد الصوره على هذا البرنامج. غيكون هذه الشركه كيمكن لها بناء او اقتناء بعض المنازل والكراء ديالها، او استئجار بعض المنازل مع الحق في الكراء لمده امد طويل، او شراء بعض المنازل القديمه واعاده تجديد ديالها والكراء لمدى طويل. وهنا غتكون واحد السومه كرائيه تكون قل من السومه المتداوله في السوق. هذه ديال المدن المباني القديمه كما الاحياء هنا في حسان ولا في الشارع ولا في هنا احياء هاد لي كارتي هادو يكون هكا واحد الجديد ديالهم باش نقدروا ونزيدوا نديروا واحد الديناميه في هاد المجالات. هناك ايضا ربط بعض الحلول بهذا نظام الادخار اللي كيمكن من ديك السومه الكرائيه يكون واحد الادخار اللي من بعد ما غتسالي المده ديال الكراء غيمكن يتمكنون باش يكون واحد المبلغ اللي غنعطيوه لذاك السيد باش يكون عنده كدفعه لاقتناء واحد المبنى ديالو، ولا باش يمشي عاوتاني يعمل به مشروع واحد اخر. شكرا. شكرا سيد كاتب الدوله. تفضلوا سيد النائب في اطار التعقيب. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد كاتب الدوله على الجواب ديالكم. كذلك السيد كاتب الدولة نشكركم على هذا التصور اللي انتم غاديين به دابا، وكنشدكم السيد كاتب الدولة، نناشدكم من أجل الإسراع باش يخرج إلى حيز الوجود، لأنه غادي يخفف لا محالة طبيعي، غادي يخفف من هذا من الغلاء ديال الكرا. وكنطلبكم كذلك مع التنوع ديال العرض ديال هذه المنازل اللي غادي تخصص للكراء ان شاء الله في هذا التصور اللي نتوما كتشتغلوا عليه. ما كيخفاش عليكم السيد الوزير باللي هذا كيف قلنا قبيله الارتفاع ديال العقار، الارتفاع ديال السومه الكرائيه، هادو بحال مرتبطين. طبيعي من الارض كتشرى غاليه، طبيعي من الكراء حتى هو كيغلى، ولكن هذا التصور اللي انتم جيتوا به على غرار في الوزاره ديالكم، ما جيتوا بمشاريع الاولى اللي رجعت بالفضل العميم ديال هذوك الدعم ديال 7 الملايين وديال 10 الملايين، والمذكره كذلك اللي صدرت السيده الوزيره مع السيد الوزير. النائب المحترم، انتهى التوقيت. تفضلوا سيد النائب الفريق الاستقلالي، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. فعلا السيد الوزير، هذه السنوات اللي مضت قامت الدولة والحكومات يعني المتعاقبة بواحد الإجراءات كبيرة من أجل تمكين يعني واحد المجموعة ديال الفئات من تملك
مساكنها. وهذا اجراء فعلا الحمد لله انه اعطى واحد النتيجه في وقت ديالو، ولكن كما قلتوا ان العرض ما كانش كافي، وواحد المجموعه ديال الفئات خصوصا الهشه ما يمكنش لها باش تقتني لا ب 25 مليون ولا ب 30 مليون ولا بقل من داك الشيء. اذا احنا كنوهوا بهذا الاجراء اللي كتقوموا بها، ولكن باش يدار هذا الشيء خاص اولا المساطر تبسط، وكذلك تكون اجراءات مواكبه باش ما نكونوش ثاني نطيحوا في نفس المشاكل اللي طحنا فيها في يعني في العمليات اللي كانت قامت بها الدوله في الفترات السابقه، وخصوصا بالنسبه للمدن اللي كتعرف ضغط كبير بحال المدن الصناعيه الكبرى او المدن الفلاحيه اللي كينزحوا واحد العدد ديال الناس من الجبال ومن القرى وكيسكنوا في ظروف غير مزريه. انتهى التوقيت. هل من تعقيب إضافي آخر؟ لا تعقيب. تفضلوا سير البار. شكرا سيد الوزير. جاء ضمن جوابكم الحديث عن الآثار السلبية للشقق المخصصة للإيجار القصير الأجل. بغينا نعرفوا كيف ستواجهون هذه الظاهرة والتي تنتعش بشكل كبير في فصل الصيف، خصوصا وأن الشقق المخصصة للإيجار القصير الأجل تساهم بشكل كبير في تفاقم أزمة السكن ولو التنافسية الكبيرة للمنشآت السياحية، فلا بد من تأطير المؤسسات من أجل المراقبة الأمنية والمداخل الضريبية. شكرا سيد الرئيس. هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد كاتب الدولة. العرض ديال الكراء متوفر، وهناك عشرات الالاف ديال الشقق اللي هي فارغه، سواء ديال المغاربه القاطنين او ديال المغاربه ديال العالم، ولكن الناس خصنا نقولوها كتخاف من الكراء. واهم حاجه اللي خصكم تقوموا بها السيد الوزير هي التعزيز والتقويه ديال الترسانه القانونيه باش نحميو الناس، وباش يكون ان السيد الا ما خلصش خصو واحد شهرين ولا 3 شهور يخرج. شكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ تفضلوا سيد كاتب الدوله. شكرا. بالفعل هناك الوزاره في اعداد مشروع لتغيير القانون بتزيد فيه المشاكل اللي كتخص استخلاص الاجور والمده الزمنيه. بالنسبه للسيد النائب اللي تكلم على الشقق الكراء قصيره الامد، خصكم تعرفوا بان جا القانون ديال 80/14 ديال السياحه اللي حدد وصنف هاد المؤسسات هادو اللي خاصه بالسياحه، والان ما بقاش هناك مشكل حيت هناك كاين البلان داميناجمون، والبلان داميناجمون كيكونوا فيه المرافق السياحيه مرافق الصحيه، وبالتالي ما يمكنش غنبقاو نكملوا في ديك الطريقه يكونوا عندنا وحدات سكنيه ونديروا التحويل ديالها لهاد لي بلاتفورم ديال اير ان بي. ما يمكنناش نكملوا في هذا الطريق وما يمكنناش نديروا استثناءات في بلان داميناجمون، وبالتالي هذا التقنين اللي جا في القانون 80/14 غيساعدنا حنا مع البلان داميناجمون باش يكون داك الشيء مقنن وما يكونش هاد الفوضى في هاد الطريقه ديال المباني اللي كتكون مده قصيره، حيت عندها واحد المشكل كبير واثر كبير واثر سلبي. شكرا سيد كاتب الدوله المحترم، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه